نشرت الفنانة هبة مجدي منشور عبر حسابها تظهر فيه هي وابنتها دهب بداخل أحد المشافي، وعلقت عليه: يا جماعة محدش ياكل من ماكدونالدز، وخصوصا فرع التجمع اللي جنب مدارس نارمر وكابيتال. أنا ودهب أكلنا منه امبارح واحنا لسه خارجين من المستشفى، الحمد لله على كل شيء. ويذكر ان الفنانة هبة مجدي من مواليد 28 يوليو 1988، درست في كلية الآداب جامعة عين شمس قسم نقد مسرحي، وأيضا درست في معهد الموسيقى العربية بأكاديمية الفنون، وتعلمت رقص الباليه في الخامسة من عمرها. وتزوجت الفنانة هبة مجدي عام 2016 من الفنان محمد محسن، وفي 2017 رزقت بابنتها الوحيدة دهب. وشاركت الفنانة هبة مجدي في العديد من الأعمال مثل قصة الأمس ويونس والد فضة والعار ومسلسل الأخ الكبير، وكان آخر أعمالها مشاركتها مع النجم حمادة هلال في مسلسل المداح الجزء الثالث اللي حقق نجاح كبير في السباق الرمضاني 2023. وده بعد مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل المداح اللي قدرت ان هي تحقق فيه نجاح كبير، تقدمها شخصية رحاب. ثم شاركت في الجزء الثالث من مسلسل المداح اللي عرض في السباق الرمضاني 2023 واللي حقق نجاح كبير. واليوم أثارت الفنانة هبة مجدي قلق متابعينها من خلال الستوري اللي نشرته عبر حسابها الرسمي وهي بأحد المشافي. ألف سلامة للنجمة الجميلة هبة مجدي.